السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الكرام، اليوم لدي لكم قصة جديدة، لكن قبل تفاصيل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. ذات يوم تزوجت فتاة وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها، وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها، فقد كان الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها. لم يتوقفا يوما عن الجدال والصراخ، وكان الزوج بدوره يعاني أحزانا مشيقة، ولم يعد في استطاعة الزوجة أن تتحمل أكثر. قررت أن تفعل شيئا، فذهبت لصيدلية صديق عائلتها، شرحت له الوضع بالتفاصيل وسألته أن يمدها ببعض العقاقير السامة حتى تتخلص من حماتها إلى الأبد. فكر الصيدلي ثم دخل غرفة التحضير دقائق، ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطرات، وقال: ليس من حكمة أن تستخدمي سما سريعا المفعول، وإلا ترد حولك شكوك. لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجيا وببطء، وعليك أن تجهزي لها كل يوم طعاما من دجاج أو لحم، أو تطعين عليها النقاط من هذه السم بالقطرة، وفي هذه الأثناء عملها بلطف وتودد، لا تتشجري معها أبدا مهما كانت الظروف، عملها كما لو كانت أمك حتى. إذ إن قضت أيام من عمرها لم يشك فيك أحد. ساعدت الزوجة بهذه الحال وأسرعت إلى المنزل لتبدأ التنفيذ على الفور. مضى الأيام والشهور وهي تحرص على التنفيذ بكل دقة، وتذكر دائما ما قاله الصيدلي لعدم اشتباه، فتحكمت في طباعها وضاعت حماتها وعاملتها كما لو كانت أمها. وبعد 6 أشهر تغير جو الأسرة تماما. مارست زوجة تحكمها في طباعها بقوة وإصرار. نشأ جو بالحب والصداقة بينها وبين حماتها، التي تغيرت في هي أخرى وصارت كالأم الحنونة للزوجة لابنها. أصبح الزوج سعيدا بما طار على جو الأسرة، وهو يلاحظ كل ما يحدث. وبعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدلي، ولكن هذه المرة لتقول له: من فضلك ساعدني لأمنع السم من قتل حماتي، فقد صارت جدا لطيفة وأنا أحبها الآن مثل أمي. أرجوك، لا أريد أن تموت. ابتسم الصيدلي وهز رأسه وقال: يا ابنتي، أنا لم أعطيك سما قط، لقد كانت محلولا الذي بزجاج ماء، وأما السم الذي أوشك أن يقتلك فقد كان قابعا في عقلك، والآن تأكدت والحمد لله أنك برئت منه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وادفع بالتي هي أحسن، وسيس الناس بالمعروف، ولا تتسارع بالأحكام. البعض يفسر الأداب خوفا لأنه لم يتربى على الاحترام بحياته، والبعض يفسره طيبة الغباء لأنه لم يعتاد على سواد القلب. حياتنا مليئة بالعبر. أتمنى تنال إعجابكم هذه القصة. نلتقي في قصة جديدة. إلى اللقاء.